السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صينية البطاطس بطريقة كده حلوة وشكلها يبقى حلو وشكلها جميل. يا ريت لو اول مرة تشوفي الفيديو يا ريت تعملي لي اشتراك عشان تشوفي معايا كل جديد، ونسمي الله ونبدأ مع بعض. اول حاجة معانا صلصة. انا دلوقتي معايا صلصة، انت حابة تعمليها طماطم طازة ماشي، حابة لو عندك صلصة في الفريزر حابة تعمليها. انا بصراحة بحب اعملها الصلصة اللي انا ببقى حافظاها في الفريزر عشان بتديني كده لون حلو لصينيه البطاطس. معانا دلوقتي بصلتين مقطعين. معانا دلوقتي التوابل، معايا معلقه ملح صغيره، معايا نص معلقه فلفل اسمر، معايا نص معلقه من البهارات. نحطها كده مع بعض، نبدا ان احنا نقلبها كده. معانا بقى الفراخ بتاعتنا. معانا الوراك طبعا غسلينها حلو، نقعينها في ميه وليمون وملح كده لمده نص ساعه عشان خاطر ريحه الزفاره تروح منها. نبدا ان احنا نحطها في قلب التتبيله ديت كده. قسمنا الصلصه اللي احنا حطينا فيها البصل والتوابل نصين، النص خدناه هنحط فيه البطاطس بالطريقه ديت كده. كده خلاص اتاكدي ان البطاطس كلها خدت معاكي من الصلصه. هنعمل ايه دلوقتي؟ معانا الفراخ اللي احنا كنا حاطينها في الصلصه. هنبدا ان احنا نرصها كده في الصينيه. كده خلاص احنا حطينا الفراخ. معانا بقى بقيه الصلصه اللي احنا حاطين عليها برضو البصل اللي كنا حاطين فيها الفراخ. نحطها كده على وش الصينيه. ومعانا معلقتين كده من الزيت، نبدا ان احنا نحطهم كده على الوش. كده خلاص صينيه البطاطس جاهزه معانا. نقدر احنا خلاص كده نحطها في الفرن، ولما نحس ان هي استوت كده خالص بنبدا ان احنا نشغل الشوايه عليها من فوق وبنطلعها بقى وبنشوفها مع بعض. خلاص صينيه البطاطس استوت معانا. احنا حطيناها طبعا في الفرن، وبعد كده لما لقيناها ان هي استوت الفراخ والبطاطس استوى بنشغل الشوايه بنتاكد ان هي خلاص استوت اهي. احب اشوف كده، شوفوها معايا دي كده منظر البطاطس. طبعا سواها مش عاوزه اقولك بقى جميله جدا، طريقتها حلوه جدا، يعني مفيش احلى ولا اطعم من كده. بصي الفراخ طبعا مستويه برضو السوا اللي يعجبك كده. اعمليها على الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش بقى في لايك وشير عشان تشوفوا معايا كل جديد، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.